فرح وقف في نصه، يا ترى ايه السبب؟ في واقعة غريبة ومثيرة اتقلب الفرح اللي كان شغال على ودنه في الحي 21 بفيينا لما الشرطة المالية فجأة اقتحمت المكان بناء على بلاغ مجهول. المشهد كان أشبه بفيلم أكشن لما حوالي 35 ضابط من الشرطة المالية ومعاهم الشرطة العامة ومكتب شؤون الأجانب دخلوا الحفل وبدأوا يفحصوا الموقف. النتيجة اكتشفوا 22 عامل شغالين بشكل غير قانوني ومعظمهم من الصرب اللي جابهم منظمو الفرح مخصوص للشغل في الشوي والتقديم والتزيين. التفاصيل اللي نشرتها وكالة الأنباء النمساوية كانت صادمة أكتر. المنظمين جابوا العمال في أتوبيس من صربيا وحاولوا يخلوهم يبانوا كأنهم ضيوف في الفرح، حتى لبسوهم مريالة عشان يبينوا كأنهم بيجهزوا للضيوف، لكن الشرطة كشفت لعبتهم. العمال كانوا شغالين فعليا في كل حاجة من أول المطبخ لحد قاعة الاحتفالات، وده اللي خلى الشرطة المالية تتدخل. وزير المالية النمساوي ماغنوس برونا طلع تصريح ناري وقال إن الحكومة مش هتسكت على العمالة غير قانونية، وإن حماية سوق العمل والنظام الاجتماعي أولوية قصوى، وأضاف إنهم هيكملوا حملاتهم لضرب أي تجاوزات بالشكل ده. وفي النهاية توجهت تهم كتير للمتورطين، منها مخالفات للعمل واللجوء وكمان الاحتيال على الضمان الاجتماعي. الغرامات كانت تقيلة من 2000 ل 20,000 يورو لكل عامل غير قانوني، ولو القضية فيها احتيال على الضمان الاجتماعي العقوبة ممكن توصل للسجن 3 سنين. الفرح انتهى قبل ما يبدأ والعواقب كانت أكبر من مجرد حفلة. كنت معكم أنا بفينا سلام، وإلى اللقاء.